طيب هننزل نجيب من جزيرة تيران يلا بينا ننزل جزء من ونشوف الرمل، شوية رمل السيفونير. للأجيال. طبعا طبعا طبعا. هننزل نجيب شوية رمل من حبات أو ذرات رمل للذكرى، ربما للتعبير عن حبنا لكل بقعة أرض كان بيننا وبينها عشرة على الأقل. أعزائي المشاهدين، هذا الرمل من جزيرة تيران. أحييكم من جزيرة تيران، أول برنامج يصل إلى هذه الجزيرة التي المفترض الآن أنه بتشرف عليها قوات متعددة الجنسيات. والحقيقة خدنا مغامرة كبيرة من أجل الوصول إلى هذه الجزيرة. وزي ما حضراتكم شايفين أنا ارتدي لايف جاكيت واضطررت أن أسبح عدة أمتار، ومعي زملائي من فريق برنامج صح النوم. بقالنا أكثر من 4 ساعات لكي نصل إلى هذه الجزيرة. هذا الرمل ضحى من أجل كثير من أجيال المصريين في عدة حروب منذ عام 48 وربما قبل ذلك وبعد ذلك. كثير من الشهداء راحت أرواحهم فداء إلى من أجل تحرير هذه الأرض ومن أجل هاتين الجزيرتين، جزيرة تيران التي أقف وأعتقد أن أول إعلامي يصل إليها بعد الجدل والصخب الذي حدث حول هذه الجزيرة، والتي تقع خلفها مباشرة جزيرة صنافير. جزيرة تيران 80 كيلو متر تقريبا. أول برنامج يصل إلى هذه الجزيرة هو برنامج صح النوم، وهذا التراب سأحتفظ به من أجل أحفادي حتى أقول لهم أن جدكم يوما ما وصل إلى هذا المكان وأخذ هذه الحفنة من التراب، لأني لا أعلم إذا كانت هذه الذرات تحمل دماء، أي دماء وأي أرواح شهداء ضحت من أجل هذه الأرض التي كانت في تحت الإدارة المصرية أكثر من 60 عام أو ربما أكثر من 100 عام أو ربما أكثر من ذلك بكثير. أحييكم.